الله حنبدأ الحين في عجينة البيتزا. أول حاجة حاحطها كوب دقيق، نص كوب دقيق، هنا حليب بودرة، وممكن كمان يعني مو انفصام، ممكن في يوم تلاقيني حاطة بدل الحليب جبنة مالحة، جبنة بيضة، جبنة سايلة، أحيانا لبن زبادي. هذه حاجات مرة حلوة تغير لك في العجينة، بس اليوم حنحط حليب بودرة، بيكنج باودر، الخميرة. أخلط الحاجات الناشفة هنا، رشة ملح، رشة السكر، أحط لها الزيت، الموية. دحين هالعجان شايفين عجينة عادية بس إنها سايلة. الحين أخليها ساعة ترتاح. في زي البنات اللي تتقيهم إذا قطعوا الورق يطلع كذا مرتب، أما أنا لازم تشوف شطفة، لازم تكون مروجة من أي ناحية. المهم بخاف أنا هذا المنع على البخاف. حلو. إيش بعد البخاف؟ أرش السميد. ما أقدر أوصف لكم هذه التكة، لكن لما تجربوها حتعرفوا ليش هي مهمة. تبكي. شوفوا كيف خمرت، شفتوا كيف سايبة نفسها. هذا هو المطلوب. أحطها. شفتوا صلصة الطماطم اللي سويتها هي الفايدة. لما تعمليها وتعملي بيتزا ولا تعملي باستا وتحطيها، الموضوع يخرج عما هو مألوف، طعم مدخن يا ربي. أنا قلت ما عاد أمدح صح؟ ما عاد اللي تسويها اللي سوتها يعني وجربت تقول لنا رأيها. نبدأ في الخضار حتكون حسب ما انت تحبي. شوف انا ما خليت في نفسي صراحة، ما في فلفل رومي في العيلة ما جبته، ف زين. انا اصلا احب انه الخضار تكون كميتها كبيرة في البيتزا. اي حاجة تشوفيها هنا او تشوفها هنا تحس انه لا انا ما احب هذا او هذا، ترى عادي جدا. يعني ما حتضيق عليكم الدنيا واجي اضيق انا عليكم، لا. اي حاجة ما تناسبك غيري على طول، بدلي شيل حطي، يعني مرة ما توقف. نبدأ الحين في الطلبات. البيبروني ناس انتباه وناس ما تباه، فهحط له مو في جزء بس من الصينية. الزيتون ما عنده مشاكل طبعا، عشان ممكن تحطي ترى أكثر من جبنة. لا تسمعي أحد يقولك جبنة كذا بس، لا، اختاري ما شئتي. الحين أنا حاطة هنا موزاريلا، كمان بارميزان، مرة أحبها هي، يعني كجبنة ترى لها لمسة مرة رهيبة. تلاقيها كده تضيف، يعني حتى لو كان الصحن بسيط تعمل لك هو واو. رشة ريحان. سخنت الفرن على 240. أول ما أحط الصينية أخليها 300 حكم. حلو. إيش أسوي؟ أعطيها 10 دقايق من تحت، 5 دقايق للوجه عشان يحمر وعشان تذوب الجبنة وكل شيء، فاهمين؟ في السوا إذا جيت تسخني الفرن خليه على 240. 30 هذه لازم تكون الصينية جوا على الفرن. بالله بجد بس ناسبت التوقعات ولا؟ شوفوا شايفين؟ أتمنى إنكم تجربوها وإن شاء الله تحبوها ويناسبكم الأكل، يعني تناسبكم الطرق حقتي دي، وعلينا وعليكم بالعافية يا رب.